ما فيني انا، ما فيني اكل والله، ما فيني ولا لقمه. غياد ما فيني اكل ولا لقمه. لا بلاش شغلتي كمان والله ما فيني. بتعرف انا الحلو اذا انا عامله دايت شلون بدي اكل حلو طيب؟ ما بمشي الحال. بدك تمسكي طيبه. لك ما بقدر على فكره، هو اللي بخرب لي رجيماتي ها عشان تعرفوا. لا انا هلا ملتزمه ما عم سبحان الله، ما ما تعرفت عليها زاد وزني 20 كيلو اكثر. حبيبي انه انت صرت تاكل، انا هلا سيطرت. بتاكل بدالها. عم ياكل بدالي مو؟ لا هي لانه بتعرف بس تشوفني تنفتح قبليتك، تقوم انت شو بتاكل اكثر يعني. بالعكس انا من النوع اللي بس يعصب بتفشفش بالاكل. ايه مبلا. ملاحظه بس صغيره انه هون اغيد قاعد شوفي قدامه كل هذا درج الاكلات الطيبه عند مرت عمه، فهو قاعد وحاططهم قدامه قال جوعان. انا بالبيت كم مره قلت لك جوعان قلت لي لا، سبحان الله الواحد بحن الاكلات مين؟ امه. هاي هي. قل لهم عمو شو صار شو وقت الكورونا، كل يوم نسألك. هلا كثير تضايقوا مني لانه هن انصابوا بالكورونا وانا ما انصبت. الحمد لله. فانا كنت يعني داير بالي على حالي، مو من هلا من زمان، بس يعني استمريت بهالشيء هذا مع وجود الكورونا كمان اكثر، صرت انتبه اكثر. لا عن جد خطيرة، بس بدي اقول لكم عمو يعني لما فات الكورونا حاول انه يفوت، لا انه كل جسمه ما شاء الله توم يعني، والتوم اقوى مضاد حيوي فمستحيل. موانع يعني. الحمد لله الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي. حبيبتي اشتقنا لك. هاي ماما وانا بعد شهر تقريبا او اكثر ما صورتي معها. لا ايه صار لي شهر. لأنه انصفنا انا وياكي تقريبا، انا قبلك بشوي بالكورونا. الشيء المفرح انه اليوم حسيت حالي انه لازم اطلع، فطلعت. بس اول شيء عملته انه حللت قبل، عملت تيست يعني عرفت علي شلون قبل ما فوت على اي محل. والله انا مو مشان العالم يعني ما بحب. ايه صح. فقبل ما اروح فوت على اي محل عملت تيست والحمد لله طلع نيجاتيف، فضل من الله. وبشكر كل مين سأل عني. في وشك ما شاء الله هلا امور الحمد لله. الحمد لله فكره. الحمد لله. زنجبيل والليمون. الزنجبيل والليمون الحمد لله على كل حال. جاكيتك كثير حلو بس اليوم. شكرا. انا اليوم اشتريته بعد ما نزلت على السوق مشان تتجدد نفسي. انا لاحظت انه جديد. انا يعني عن صحيح وقت بحس حالي انه لازم جدد نفسيتي بشتري لي غرض لو بسيط. ايوه فعجبني يعني اخذته. انا محضرت لك اليوم اذا فزت بالتحدي، او يعني مثلا اذا انت خسرتي بالتحدي وانا بدي افرض عليك شيء، حضرت لك شيء رح يغير لك نفسيتك تمام على ذوقك يعني بس يعني لازم تقبلي. لا شيء ظريف يعني. خلص ليش ما اقبل؟ طبعا بدي اقبل طبعا. خلصت العلبه ولا لسه؟ في شغله بدي لك اياها، انه شايفه هي الاوريو كيك؟ اشتروها من محل الماني على فكره، ليك الكتابه صار خلص بالعربي. اوه والله العظيم بالعربي، يعني انه خلص محل الماني هيك صاروا يكتبوا، طبعا بالاضافه للغه الانجليزيه. هسه نحن عم نجيب الاكلات الطيبه مشان الصغار. اغياد بس اول واحد بيستلط عليهم هو اغياد. صح. ان شاء الله الصحه وهنا يا اغياد، نحن مشان ما تنصح زياده. طبعا. اعمل اشتراك عندك. لا شو رايك اعمل اشتراك عندك؟ معلش يعني اشتراك، نعمل عقد ودفعه شهريه. قديش تدفع بالشهر؟ 5. ايه ما شاء والله مناح بالشهر. مناح ما احسن من بلا؟ ما احسن من بلا يعني. 5 ولا ببلاش؟ 5. لا 5 مناح. مرحبا يا احلى عيله، اشتقنا لكم كثير ورجعنا لكم فيديو جديد. عاف حاله قال شلونكم تصوروا حموده قاعد على راسي ومدري شو وشي احمر. شوف وشي احمر. شيء احمر يعني اللي عنده صبيان بيعرف معاناة كل بيت شو بيصير فيه شو في بقلبه. هدي معلش اشرحينا اليوم هيك على التحدي على السريع. تكرم عينكم، بس هاي نبذة عن معاناتي. لا انا واغياد وعمو ومرت عمو رح نخلي عمو يشارك كمان هالمرة ويوسف. التحدي هو
انه بما انه تحدي عائلي وهيك قاعدين جمعا مسويات وهيك فيكم تعملوه مع عائلتكم يعني، انه ممنوع اي حدا شخص فينا بدنا نسال نحن سؤال تمام، والشخص الثاني ممنوع يقول لا ايه ولا لا ولا نعم ولا كلا ولا كلا. كلا الله. بجاوب على شو؟ بجاوب على قد السؤال. يعني مثلا اشتقت لي بتقولي اشتقت لك مثلا، ما بتقولي ايش اشتقت لك. ما في، لا ما في، ما في ايه تمام، ما في ايه ولا لا. اوكي. واللي بيخسر طبعا اخر شيء بنشوف انه مين اللي ربح، هو يخليه يفرض عقوبات على الناس اللي قاعده. ان شاء الله يا رب انا اربح يعني. تمام، في عقوبات يعني بالموضوع. بما انه في مرت عمو يعني فالشغله كثير ظريفه. سمعاني مرت عمو؟ سمعاني؟ شو؟ مبسوطه انه في عقوبات؟ سمعت مرت عمو ما سمعت شيء لانك يعني. انت موجوده هون، مبسوطه انه في عقوبات عليكي؟ انا إنه هي عقوبات علي؟ ممكن تعمل انا عليك اصلا عقوبات. شو بيقولوا عم ناغشها يعني، عم ذاكرها. عرفت انه هيك مشان يصير في تفاعل بينه وبينها يعني. طلع لك معي ما حيطلع لك. شايف؟ الله يا امي. هيك الواحد بحرك الجو. بلش الموضوع. اوكي هلا رح نسالكم واحد واحد انتم اسئله، اللي بيخسر بيناتكم فورا بيطلع ابي، ما في والله احتمال ثاني مثل ما قلت قبل شوي في الكواليس يعني. ايوه فورا خسران. والخسران شكلك يعني انت خسران اليوم، ما بعرف هيك كنتك متحمض لك اليوم امي، يعني كنا بتعاقب الحمايه. اي نعم. لا هيك مش بهالايام بدك تتوقع كل شيء. يا لطيف. الله. ممكن تعملي هيك تعاقبيها لحماتك؟ ما بعرف والله تعمليها انت شريره مبين اليوم. اول شيء بدنا نسال عمو ومرت عمو ويوسف. إيه. بعدين انت. يلا نسال يوسف. واخر شيء انت بتسالني. شو اخر شيء اللي بسالك؟ تمام. اوكي ما في يلا. مشكله، اكيد راح اسالك شو عم تخسري يعني. لا ما رح اخسر. رحت اليوم انت شيء على الشغل؟ رحت على الشغل. رحت على الشغل؟ رحت على الشغل. والله العظيم؟ شلون كان الجو؟ والله على فكرة بيقولوا كان الجو بارد اليوم. الجو بارد شوي، كان مش بري. درجة الحرارة تحت الصفر؟ تحت الصفر، فوق الصفر لا. هلا. فوق الصفر لا. هذا هو؟ لا لا حكى لا. فوق الصفر، بس انا قلت فوق الصفر. قلت لا. قلت فوق الصفر لا. قلت فوق الصفر. راحت يوسف، راحت عليك. امي شو رايك بالعالم اللي بيقولوا انه طبخ خديل احسن منك، صح الحكي ولا لا؟ الانسان ماما لازم يتقبل كل اراء الناس. والله ما مستحيل امي تخسر. كثير حلو انه نتقبل ارائهم وبيروح مرحب. كثير حلو. لا هو ما هو المشكله انه دائما بيقولوا انه يعني انه دائما كنا بتغلب الحمايه بموضوع الطبخ. موافقه الحكي انت؟ اي او لا؟ ما في مجال. شوف لا بس ايه او لا جاوبيني. لا بدي احكي. شوف لا بس ايه او لا جاوبيني. لا بدي احكي. لا لا قالت لا بدي احكي. ابي لا انت ما خليت لها مجال، حاصرتها على فكرة. قلت لها ايه ولا لا؟ خلاص ما في مجال، هي دغري ما بصير تحكي. بس قسيت علي بالاسئله ماما، قسيت علي ما بيصير الحكي. ابي عجبك هذا التحدي؟ عجبني. حلو. عمو كنت اليوم عم تكتب شعر؟ كتبت شعر. شعر؟ شو كتبت اليوم؟ شعر عن شو؟ سيد الأوطان. ايوه سيد الاوطان. يعني بدك تسمعنا القصيدة ولا لا؟ لا تخلص لسه ما خلصت. لسه ما أيوة، لسه ما خلصت. زمان كانوا يقولوا على المشفى من الكلمات القديمة، بدي اسألها عن عمو. كانوا يقولوا بالشام خستخانة المشفى. صحيح. صحيح بصير؟ ما بصير. والله عمو ابدا لا. ايوه. طيبة اكلة المعكرونة اليوم؟ طيبة. انت اكثر اكلة بتحبها الكبة صح؟ كبة وغيرها. كبة وغيرها. طيب. مرت عمو عم تضحك. عم بضحك لانه تعلم، لانه ليكي بياكلها اكثر شيء انه اول اثنين عملت معهم اول دغري اول اكلتها. يعني الاول. هلا عمو اخذ بعين الاعتبار، صار حريص اكثر منا. عرفت علي شلون؟ ايه ابي بيقولوا انه بعام 1935 طلع احتلال فرنسي من سوريا، صح ولا لا؟ 1947. شو يعني صح ولا لا على 35؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ايه. انا قال ولا لا 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 ما له علاقة، عم يسأل. لا والله بصير. الله والله بصير. هذا مو جواب، أنا عم أسأله صح ولا لا؟ لازم تقول كلمة لا. لا مرت عمو زعلت لانه خسرت من اول لا، محاولة، فانا جاي لجنبك. بس- انا جاي جنبك. بس لاحكي لك شغلة، يعني كما تعامل يعني كلمة لا، صح ولا لا، لا لا، قلت لا. كلمة لا. ما بدك إذا كان معلش نعيدها. لا ابي بدك تعيد لأبوك بتعيدها لنا كلنا.
مثل ما قلنا يعني لازم يكون في اكثر من فرصه. طيب ماشي، بنعطيكم فرصه ثانيه. يعني ما بدي بين اني انا قويه لاني قلت له هالحكي، بس انا حقانيه. شوف ابي زعل اخذ على خاطره. لا ليك اجت كنت قاعده جنبي تمام مشان نشوف تحتد المنافسه هيك اكثر، مشان تحتد المنافسه هيك. بصير في اتحاد نسائي يعني بصير في قوه اكثر. كانه اخر فتره بابا النساء عم يتحدوا اكثر من الرجال. والله لاحظت هذا الشيء؟ والله هلا حاليا الرجال بدهم يطالبوا بالمساواه. سمعت هالشيء؟ شو اسمه، شو بقول لك يوسف؟ دوري يعني هلا. ايه في عالم عم يقولوا انه انت ونور يعني شكلكم خطبتكم مطوله، صحيح الحكي ولا لا؟ احرجت. مو مطوله لا، مو مطوله لا. شو بقى؟ بقول مو مطوله برجع بقول لا. برايك جوابه صحيح امي؟ جوابه الصحيح مو مطوله. على انا ابدا. طيب يعني نحن ما حنخليها تطول. عم تتوقعي اخر هاي السنه يكون انه يعملوا زواجهم، ولا احتمال لا السنه الجايه يعملوا مثلا؟ بتمنى هالسنه، بتمنى هالسنه قبل ما تخلص هالسنه انه يصير زواجهم. صحيح انه انت اساس بالصحبه معي اكثر شيء، ولا مو صحبه معي اكثر شيء؟ صح او لا يعني؟ اكثريه الناس يعني بيحكوا كلام مزبوط. تمام، اكثريه الناس بيحكوا كلام مزبوط، بس انت كمان لا تنسي انك انت اجتك فتره كثير تصوري مع هديل، وبعد من قطعتي مع هديل التصوير فتره يعني ما عاد صورتوا. ليه لا تخانقنا؟ انه تزعلنا ما بتصور يعني. صعب الحياه. المحبه موجوده نحمد الله. لا اله الا الله. والتفاهم موجود، وتزعلنا ما بتصور. اليوم نزلت على السوق. اليوم نزلت على السوق وكان الطقس جميل. ايه واشتريت الشمس اغراض ساطعة واشتريت عدت. بدك صحي لفيت سندويش لبكره مشان سألف. عم بفكر والله مستحيل هيك معناته نلاقي شيء. انا برايي انه امي عم تغش، ولا اقول لك شو بابا؟ هلا هي ما عم تغش، بس عم تحاول انه والله ما توقع بالفخ يعني. شو رايك هلا اسوي لك فنجان قهوه ترجعي بتفهم؟ فنجان القهوة ظريف جدا من يديك. تكرم عينك. امي بتعرف تساوي قهوه برايك ابي؟ بتعرف تسوي. طيب انا اكثر اكله بتحبها من ايديها لما تعمل لك اكل؟ كبة. هي جواب. كبه. كبة. كبه؟ نعم. كبه؟ نعم. نعم. خسر ابي قال نعم. ايه قال نعم. قال نعم والله اسف. ايه انا ما انتبهت انه ما قال نعم. قال نعم. مين برايك يكون اكثر ماشي على الدايت يعني اكثر، انت ولا انا ماشي على الدايت. طيب كانه مرت عمك ماشي اكثر؟ انا ومرت عمو ماشيين منيح. اكيد. بس مرت عمو مو باين عليها النحف. مو كل الاجسام ببين عليهم فورا، بس تكون هي عم تنزل الوزن، بس انه مو فورا ببين يعني. نحفته ولكن يعني قليلا. قليلا يعني انه انت يعني في امل للمستقبل؟ اتمنى. هلا هو التحدي مو اللغه بالعربيه الفصحى. ما لا هي التحدي انه ايه ولا لا، شو دخل العربيه الفصحى بالموضوع؟ عشان ما تقول ايه ولا. اللغة العامية تشمل هذين الحرفين كثيرا. لذا اتكلم اللغة الفصحى. طيب انت هديد يعني انت برايك مثلا انه الرجيم اللي ماشي عليه والدايت اللي ماشي عليه حيجيب نتيجه بالمستقبل؟ بجيب نتيجه. طيب شو اللي مأكد لك؟ لانه نزلت 8 كيلو ونص او 9 هلا، ففي امل انه انزل كمان. بس انا شايف كانك وقفتي هاليومين ما عاد نزلتي؟ ما وقفت. لا امال انا هيك شايف يعني. ما وقفت. ما وقفتي؟ قعدت. قعدتي؟ طيب مين برايك تمام بيستحق يكون عرب ايدل عندنا بالعيله؟ بيقولوا انه امجد. امجد صوته خرافي غير شكل يعني. امجد صوته احلى شيء. صوتي احلى. وصوت يوسف اكثر. صوتي احلى ما؟ يوسف احسن مو؟ يوسف احسن مو؟ على شو قالي؟ عم بقول احلى ايه؟ لا صار دوري انا وحماتك ما عم تخسر والله مرت عمو، بس شو يعني انه هيك عم تركز. اللغة العربية تساعدني. شو هي؟ اللغة العربية تساعدني. بماذا؟ لأن اللغة العامية تشمل هذين الحرفين الكريهين. 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 حلو منظر واحد تشوف واحد عم يحكي قدامه فصحى. ايه زمان بدنا نعمل يوم كامل باللغة العربية الفصحى. إذا عجبتكم الفكرة اكتبوا بالتعليقات. شو رأيك ماما نعمل يوم كامل باللغة العربية الفصحى؟
بتشاركي معنا انت وعمو كمان، ويوسف اللغه الفصحى عنده أنا عندي. بيرفكت يعني. هلا اسمعي. اللغة الفصحى من أجمل اللغات، يعني نعملها بأقرب وقت. أتمنى ذلك. بيض اسنانك ورجيني ماما بيضتيها. بدي تفرجيك. مسودين وليس ما ورجتني. عندك موعد عند دكتور اسنان اخذ لك قريبا؟ اخذ لك موعد بتذكر دكتور كان في اسنان. موعد. قريبا. اخذ لك موعد دكتور اسنان يعني. أتمنى ذلك. اتمنى زالي. امتى؟ بكره؟ بعد يومين أفضل. ليش بعد يومين؟ شلون خسرتي بهالسرعه؟ قلت ايه؟ طيب يلا ضليت انا وامي. شو رايك باكلات الحلو برمضان هلا؟ نعملهم هيك كل يوم اكله شكل، نعمل وبنعمل روتيناتنا ورمضان كل يوم شو عم نساوي واكلات حلو. انت شو رايك؟ انا رايي شي مثل ناهي. رأيك. انا رايي شي ناهي. مثل طب رأيك. شو رايكم شاي ولا قهوه؟ القهوه اطيب من الشاي صح؟ قهوة. شاي. مين حاسه انه اغيض رح يخسر بالاختبار شيء؟ ما بخسر. أتمنى ذلك. مرت عم أتمنى تفكر ذلك. بالموضوع. جوجل ترانسليت. لانه امي عم تحكي بس فصحى. ايه تكلم الفصحى. لا اريد لا اريد. لا لا اريد. حكيت والله لا قلت لا. اريد. لا والله عمو انتبه. حكيت لا اريد، مرت عمو ربحت. والله برافو عليكي. ليش فرحانة؟ بحب الربح. هلا ما عاد في لا أريد، ما له بقى. علاقه بالله. هلا ربحت. تعمدت احكي اللغة الفصحى لانه اللغة العامية كلها فيها ايه ولا ايه ولا. ليك اللغه الفصحى طلع لي فيها لا اريد. وشفتي لو شفتي وشك على الكاميرا احمر صار وانت عم تفكري. شو بدك تعاقبينا؟ واحد شو بيعمل بدك القهوة. تعاقبي كنتك؟ اهم شيء كنت. كنتي تجلي الجليات. قلبي ايه. قلبي يما. تعملنا فنجان قهوة. انا شو؟ تعمل لنا قهوة. اوكي. غياد المطبخ يعني علي وعليك. ويوسف ما له علاقه. أنا بتحضر مش- اكلك لبكره لانه بكره عندك روح على الشغل. مرفوض الحكي. بلا بدها هدول تاخذ اغراض وهدول بدي احضر اكلك لبكره، بدي احضر اكله لبكره. لانه انا بحضر له لا اياهم بالعاده بالعاده. مرت عمو بتحضر. ما لي علاقه حتى ولو هدول اغراضه. لك خليني لكن خليه ارتاح. يحضر. هلا انا جاي على بالي فنجان قهوه والمطبخ لاقيه نظيف وابني اعمل اكلاته. ليش؟ ابو غياد يعزمني بكره شي عزيمه. بده ياخذني على مطعم اقعد انا وياه لحالنا وهيك جاي على بالي. والله حلو اقتراح بجنن. ونستعيد ايام الخطوبه. عمو لازم تنفذ لها رغباتها، هي قالت بدك تاخذها مشوار. ابي شو حاط ايدك على راسك انا زعلان انه بكره في عزيمه؟ ايه عم في عزيمه. عم احسب الحساب له. انا بس جاي على بالي هيك نستعيد الذكريات. ذكريات؟ صار زمان انه ما طلعت انا وياه مشوار. يعني هدفك رومانسي مو هدفك اكل. طبعا. بحب ايوه الرومانس. شو هذا يا ابي؟ الهدف طلع رومانسي، مو هدف انه جا بالي اكله معينه. الست يا ماما قد ما كبرت بتحب شيء اسمه رومانسي. قد ما كبرت ما بتصغر. واو واو يعني طبعا قد ما كبرت بتحب الشغلات الحلوه، المشاوير الحلوه، الاهتمام. ها شوفي الجليل عم يستناكي، والله مخسوف المطبخ خسف. هدول مخسوف المطبخ خسف عليك كل الجليل الحلو. ما تمام؟ بصير. طبعا يمنع استخدام الجلايه، انك بتقولي بدك تستخدمي جلايه ما في. ده ما في ليش أبداً. معناته موجود الجلاية؟ هو اشتكيتش بالله؟ بعدين يمكن فيها جلي نظيف، لازم نظيف حط الوسخ. شايف؟ ليش هذا اسمه صفا؟ لا خلص بضب المطبخ. هلا شوفوا شو رح ساوي، رح ضب المطبخ. شوفوني راقبوني منيح. هلا اكيد ما حيكونوا معي، بس لما خلص ضب رح فرجيكم النتيجه النهائيه مشان تقولوا انه انا ضبيته ونفذت الشرط. هي انا حساوي لكم قهوه. شوفي هون في دولة قديمة هون، قهوة إيه. قديمة هون. مو تسخن حبيبي او تزيد لي فوقها زياده. لا لا مو زيادة ساوي خلاص. وحدة جديدة. بس انت أول لازم شي- تجليها انت. لا حبيبي لك لا 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 والله هي من ضمن الجلي. ساوي قهوة بالعاده. بقول لي تشربي قهوه؟ بقول له ايه. بروح بلاقي هيك مثلا انا عاملتها الصبح بسخنها. بسخنها. قال تعي حبيبتي اشربي. بكون فيها تعي حبيبتي كتر ساويت لك حالك. قهوة. وساوالي كمان. ها واخيرا غلت القهوة. غلت هدول. هي شغلة كانت كثير متعبة قصة غلي القهوة. انا كثير تعذبت. لا تستفزني على فكره. على فكره هو بضل يتغلظ. بتعرفوا مين امبارح عمل لي اكل بالبيت؟ هو فات على المطبخ إيه والله. وساوى. عمل لي سندويشة فيلادلفيا. بس برافو عليك يا هدولة. وانا خلصت. برافو عليك. هلا هون كل شيء خلص. يا سلام عليك. طبعاً. يعني ما حطيت شيء بالجلاية؟ حطيت كل شيء بالجلاية. يعني قهوة غياد. دوقوا لي هالقهوة بابا. هلا هي القهوة شايف القهوة يمكن وقت ما انت يعني هيك
تفضلت على الدنيا واجيت يمكن ما دقتها. ما بسترجي اقول غير شيء. ليش هي اول مره انت بتسوي قهوه؟ لا واول مره، بس هي القهوه بعد عقاب يعني جاي هيك من قلب محروق كانت. لا شوف قديش عملنا، صار له ساعه عم بقول قهوه عملنا شوي قال. اوكي حبايبي، هيك بنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين، ولا تنسوا كمان تروحوا على قناه هديل، لانه هديل بلشت من اليوم مثل ما قلت لكم ترجع تنزل فيديوهات على قناتها ان شاء الله. فيديوهات مثل ما انتم بتحبوا، روتينات، مشتريات، وكل شيء طلبتوه مني رح ينزل على قناتي ان شاء الله. طبعا هي القناه للصبايا، يعني ما عاد في لك مجال هنيك. حساب قناه هديل انا رح احطه تحت بصندوق الوصف. بنحبكم كثير، نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده. باي باي، سلام.